بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل معاكم الفاصوليا الخضراء باللحمه. فاحنا هنبدا هنا، احنا قطعنا هنا البصلايه او فرمناها، طبعا كل واحد حسب ما بيحب. البصل بيكون ناعم، بيكون خشن شويه. اهي احنا هنا حطيناها، حطينا زيت ذره. طبعا اللي عايز يحط ليا، اللي عايز يحط سمنه، يعني دي اختياري، الحاجه دي اختياري يا جماعه. احنا هنا بنحط البصل يبدا يحمر، اول ما يصفر هنبدا نحط له الطماطم. ومعانا هنا الفاصوليا الخضراء. احنا هنا طبعا كنا مفرزينها، هي متقطعه ومغسولين، او بنغسلها كويس الاول. اول ما بتيجي بنقطعها ونغسلها كويس، وعشان نفرزها بنحطها دقيقه في ميه مغليه، وبعد كده نروح نشيلها من الميه المغليه، نحطها في الميه البارده، او يكون فيها قطع تلج، بحيث ان هي ايه، تحتفظ باللون الاخضر بتاعها. وبعد كده نصفيها كويس، ونبدا نحطها في اكياس ونحطها في الفريزر. احنا بقى بنطلعها وقت ما بتكون عايزينها. احنا دلوقتي هنكمل معاكم في البصل هنا اهوت. البصل هيبدا يصفر، طبعا نكون مجهزين له الطماطم. يصفر لي كده وهرجع له. طبعا الطماطم ديت من اللي احنا عاملينها في البيت فريش، من اللي احنا عاملينها هنا في البيت، مسبكينها في البيت. فهتاخد بس غلوه بسيطه كده، خليها تبدا تسبك حاجه بسيطه، وبعد كده نروح حاطين فيها الفاصوليا. طبعا في فيديو انا موريكم فيه الطماطم ازاي بنعملها ازاي بنسبكها وكده، لما بيكون عندنا كميه او بيكون سعرها كويس في السوق. كده هي هنحط عليها الفاصوليا. نبدأ نديها تقليبتين كده. طبعا احنا لو عندنا بقى، مش هنحط الملح دلوقتي. احنا لو عندنا شوربة مثلا بتاعت لحمة موجودة هنحطها، مفيش ممكن نحط مية وكده. بس انا ايه، هحط لها الشوربة. احنا لو هنحط فيها لحمة يا جماعة، ممكن نبقى اللحمة تتسلق وبعد كده نحطها فيها، عشان ايه، اه يبقى يعني بعد ما تتسلق، عشان متاخدش وقت طويل فيها. احنا هنحطها دلوقتي كده وهنسيبها، هتبدأ تغلي مع نفسها شوية، نوطي عليها النار. اول ما تبدأ تغلي وكده هرجع لكم. رجعت لكم تاني. احنا كده هنحط نص معلقة صغيرة سكر، ونص معلقة فلفل صغيرة عليها. مش هنحط ملح دلوقتي على بال ما تبدأ ايه تستوي. احنا بقى السكر هنا يا جماعة بنحطه عشان نعمل تعادل مع الملح اما نيجي نحطه، وما تعملش حموضة يعني في المعدة وكده. بس احنا بقى هنسيبها تستوي كويس. وبعد كده احنا كده سالقين اللحمه، هنحطها ايه، اول ما تبدا تستوي الفاصوليا، تاخد بس ايه يعني تقليبه واحده معاها. وهنعمل جنبها رز، ممكن رز بالشعريه، ممكن رز ابيض، ممكن رز حبه وحبه. رجعت لكم تاني. احنا هنا الفاصوليا بدات تستوي اهي يا جماعه وكده. فاحنا هنحط احنا عندنا اللحمه المسلوقه بتاعتها. طبعا هي ممكن تتعمل كده عادي، من غير لحمه عادي، تتاكل عادي. اللي عايز اضيف لها قرن فلفل احمر ممكن. احنا هنا هنحط لها اللحمه المسلوقه، احنا سلقناها وحطيناها في الشوربه. فاحنا خدنا معلقتين من الشوربه هنا مع اللحمه، عشان تكمل التسويه. اللحمه تتشرب من الصلصه معاها، عشان تظبط طعمها. فاحنا هنا كده نحطه معاها، وزودنا الشوربه بحيث انها تكمل تسويه، وفي نفس الوقت اللحمه تتشرب من صوص الطماطم بتاعها.
كده. واحنا هنبدأ نضيف لها الملح. احنا جينا هنحط لها الملح كده، بما ان احنا اللحمه مستويه والفاصوليا طبعا خلاص استوت، فاحنا هنحط ايه الملح بس عشان ياخد منه الطعم كله. وهنسيبها ايه تبدا بقى ايه برضو تديها تتسبك شويه، تتقل شويه معاها، وفي نفس الوقت اللحمه تتشرب من طعم الصوص بتاع الطماطم. إيه اللي مش عايز يضيف لحمه يا جماعه ممكن تعمل نفس الطريقه من غير لحمه كده. معلقه نص معلقه سكر بسيطه مع الملح بيظبط الطعم بتاعها، بيدي طعم حلو. وفي نفس الوقت الطماطم ما بتكون متسبكه كويس بتدي الفاصوليا طعم حلو. اللي عايز يعملها ني ممكن نحط البصل والطماطم والفاصوليا كله على بعضه على النار يغلي كويس ويتسبك، ونسيبه يستوي كويس، وبعد كده نضيف له الحاجات بتاعته. واحنا طبعا نبدا نعمل لها ايه الرز حبه وحبه، فاحنا بس هنخلص الفاصوليا وبعد كده ارجع لكم تاني. احنا كده هنبدا نعمل الرز. احنا حطينا هنا معلقه زيت ذره ومعلقه سمنه عليها، وهنسيبها تبدا تسخن شويه. وهنا غسلنا الرز كويس كده وصفينا الميه بتاعته عشان ناخد منه نعمل ايه حبه وحبه. اهم حاجه نصفيه كويس عشان ما يبوش يا جماعه وهو محطوط في الميه كده. احنا هنا بقى اول ما يبدا بس يسخن الزيت شويه هنبدأ نحط ايه جزء من الرز. اللي عايز يعمله بشعرية ممكن، اللي عايز يعمله حبة وحبة ابيض، هو مجرد تغيير بس ان كل واحد منهم له طعم مختلف عن التاني. هنبدأ كده نحط الرز. طبعا احنا موطين النار. طبعا نحط جزء مناسب بس بحيث ان ايه بقية الرز هيتعمل في الاخر خالص. وهنبدأ نقلبه. نبدأ نقلبه لحد ما يبدأ ايه يستوي، او يعني يصفر اللون بتاعه او يحمر، يبقى الدرجة اللي احنا عايزينها. هو كلها بيحمر بيدي لون احلى وطعم حلو في الاكل. انا كده اول ما يبدأ يحمر هرجع له. يتحمر معانا اهو. اللي عايز يغمقه عن كده ممكن، اللي عايز يستنى الدرجة دي كويسة. احنا بنبدأ نقلب فيه كويس كده. وهنبدأ نجيب ايه الرز، بقية الرز نكمله نحطه بقى عليه. طبعا اهم حاجة ان احنا نكون مغطيين الرز كويس. نبدأ نقلبه كويس كده. احنا ممكن نقلبه كده لو لسه بدري على ميعاد الغدا مثلا او الاكل او الفطار او الحاجات من دي. احنا ممكن نجهز الرز نشوحه شويه مع الرز الاحمر كده، نشوحه كله مع بعض في السمنه بتاعته شويه، ونسيبه لحد ايه او قبل ما يبدا مثلا عشان يبقى سخن على ميعاد الاكل. ممكن ما نشربوش وما نشتروش الميه بتاعته ايه دلوقتي اللي لسه قدام وقت طويل على الاكل. ايه اللي بيعمله قبل الاكل على الرز نزود طبعا الميه بتاعته عادي كده. بس احنا ايه بنبدا عشان يبقى الرز بتاعه حلو ومش معجن، فبنبدا ايه نديله تسويه كده تقليبه كويسه. طبعا يا جماعه الفاصوليا والاكلات اللوبيا والحاجات الاكلات بتاعتنا دي الاساسيه المصريه ديت معروفه. الحقيقه احنا متابعين الصفحه، اصدقائنا متابعين الصفحه وطلبوا مننا ان احنا نعمل اكلات من ديت، لان في ناس كتير يعني في ما بيعرفش يعملها، او في مثلا بيدور مثلا عايز يتعرف ايه اللي المفروض يعملوا فيها كده. انا عارفه انها بسيطه بس في ناس بتدور فيها ما بيعرفوش يعملوها، او يعرفوش فيها في تكات فيها ما تعرفهاش. فاحنا بننزلها لان هي دي طبعا هي اكلاتنا من اكلاتنا الاساسيه الموجوده يعني، وخصوصا الخضار مفيد للكل. فاحنا هنا قلبنا الرز كويس. هنبدأ نحط عليه معلقة الملح بتاعته. طبعا كل واحد عارف مقدار الملح. نبدأ نزود المية بتاعته.
طبعا هنا الميه بالنسبه للرز يا دوب تغطيه، ما بنزودش غير ايه اما تبدا تستوي. لو احتاج الرز نضيف حاجه بس عشان ما يعجنش مننا. احنا هنا كده هنقلبه كده، هو خلاص كده هنسيبه بقى يبدا يستوي، ونرجع اول ما يستوي. هنا معاك الرز اهو تتشرب الميه بتاعته، فاحنا طبعا بنبدا ايه نعمله فتحات كده بسيطه، نسيبه كده تهويه، وفي نفس الوقت نهدي النار عليه خالص يا جماعه عشان يبدا ايه يستوي براحته. احنا هنا هدينا النار عليه خالص، نبدا نسيبه يستوي براحته، وبعد كده ايه اول ما يستوي بقى نرجع لكم تاني. احنا هنا الرز خلص يا جماعه، استوى اهوت اللي هو حبه وحبه، واحنا هنا والفاصوليا برده استوت هنا وحطينا فيها اللحمه اهيت. طبعا هي ممكن تعمل من غير اللحمه عادي، هي نفس الطعم تقريبا قريب منها، بس اما بنحط رشه السكر مع رشه الملح بيعمل توازن، وبيديها طعم حلو. وعامه الخضار لما بيكون مسبك او بيتعمل مسبك بيبقى حلو. هو اي نعم ضر شويه عشان المعده والحاجات دي، بس هو بيدي طعم حلو. ممكن يعمل نفس الطريقه ني وني. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، والهنا والشفا.